اليوم كيف بتشوف الرجل المعنف للمرأة؟ لا، هي كلها إشاعات وكلام مغرض ضد الرجال، هذا لا. طبعا ليكي هو موضوع التعنيف موضوع كتير بشع وموضوع كتير صعب. هذا حدث نفسي عميق يتحدى حدود المنطق لو سمحتي. نحن ما بنعرف ظروف العالم، ما بنعرف البيئات المختلفة اللي ممكن تطلع من بيت جوزها أهلها يقتلوها لأنه طلقت من جوزها يعني. بتكون الله يرحمها، بتكون بالشي بالتعنيف بنصير بالجريمة والقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. عم كشف بدني كشف بدني. بس هو الموضوع أنا بحس أنه المرأة دائما لازم تقوي حالها يعني. كيف يعني؟ كيف لازم يكون عندها أي شيء بإيدها، أي شغل بإيدها، أي طريقة لتقدر على القليلة تعيل حالها. بدها كلها الشرح، يرحم جدتك بقبرها، بدها كلها الشرح. لأنه المرأة وقت بتكون عندها يعني استقلالية اقتصادية فهي مرأة قوية. ما هيك جوزها؟ عيونه شيطانك. يعني ما حترضى لا رجل يهينها ولا رجل يضربها ولا حتى أهلها يتسلطوا عليها بصراحة. برافو والله، عم تلاقي حلول للبيروقراطية. برافو عليكي مجهود. للأسف نحن يعني هذا الموضوع إذا بدنا نحكي فيه بدنا نكون عم نراوغ يمكن، أو ما حنحكي بشكل مصداقية كاملة، لأنه أي حدا محطوط بهيك موقف أكيد الظروف هي اللي حابسته بهذا المكان. القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، لأنه ما في حدا بيقبل على نفسه العنف. مع العمى بعيونك سرعة الطيب. وللأسف لهلأ ما عم في توعية كافية بهذا المجال. هيك بلشوا يزهقوا ويتعبوا العالم. وللأسف نحن لهلأ ما عندنا ضمانات بالحياة. حياتي انت بس ما تقولها، كتبت لك البيت باسمك. انه طيب انا طلقت من زوجي وتشردت، طيب ما عندي ضمان، ما عندي شيء. لا ولا شو عم تحكي انت؟ في عندنا التراكتور تبع هذا الفساع. فهو موضوع شوي شائك يعني، صعب انه ينحل بكلمتين. شرفنا على نهاية كلمتنا المختصرة والمفيدة والنظيفة. يعني المرأة لما بتسكت عن حقها هي عم ترتكب جريمة أكبر من اللي عم يرتكبها الرجل. هو الحق عليها، لأنه لو مليانة عينه ما كانت تطلع على غيرها ولو كانت بترد دجا. من البداية أنا مع أنه ما تقبل ولا تقدم أي تنازل بكرامتها. هو أنا شايف أن اللي بيقولوا عليه كلام مظبوط، ده نوع من أنواع التحفيز المدمر. أنا بقول إنه أكيد ما لازم تسكت عن حقها. بالله لا حبيبي، البيت بيتي. وتوقف بوش أي حدا عم يأذيها ويعنفها. شو قلتي؟ وتوقف بوش. معناتها ما في غير حل واحد قدامك، اخنقك مشان قوتك.